يعني وهنا عليك ابقى تحت ابوك لما اتقي الله. بس عليك ده انت خساره فيك ال9 شهور اللي شلتك فيهم. الحاجه اللي معموله لله ما تاخديش منهم فلوس. ما تغش فيك التربيه واللي خليتها منهم حق ولا باطل. كنت تلعب في الكهرباء والله ما انت حايش عنك الكهرباء تاني. ما انت حايش عنك تاني خالص. كل انت مش متوصيه ليه النهارده؟ احنا اخر الشهر. وانا مش قايل لك لما تعملي اكل حلو هتشفقك عليه؟ يا عم احنا اخر الشهر. قول الحمد لله. اخر الشهر ولا اول الشهر ما انت بتاخدي المكافاه على الاكل الحلو اللي بتعمليه. لا انا السيد جوزك مش ده البط على السطح. اللي انت جايباه ده ايه؟ عيش ورز. يعني انت ما غلطتيش جايباه لي يعني؟ لا انت الشغل دي ما يمشيش معايا. احمد ربنا ما حدش غيرك مش لاقيه. يا لهوي عليا النهارده. احيا عليك يا ام السيد. احيا عليك يا ام الزفت. انت ام الزفت ولا ام السيد؟ ام 44 يا اخويا. انت ما كنتش شوف النصيبه اللي جات لي. احيا عليك يا فضيله يا بنت الدغيد النهارده. وعلى ايام السودة. ايام السودة بدأت. هي ما انتهتش هي لسه بتبدأ بقى يا ابني. ايه دي هو انت جالك نصيبه؟ احيه من هنا لحد السنه الجايه مش هيكفيني. مش عايز اسمع النصيبه بتاعتك. انزلي تحت بعيد عني بنصايبك. ده الموضوع خطاير. خطاير ايه اللي حصل؟ ده حصلت نصيبه سودة. ايوه ايه اللي حصل يعني؟ ده 27 محضر. يا لهوي يعني. والله العظيم ما عملت حاجه. والمصحف يما انا ما اذيت حد. يا بنت انا مش بقالي مش انا قاعد هنا ما طلعتش. قاعد بقالي يومين زي قرد. والله العظيم بقالي يومين قاعد زي قرد. يا سوادي يعني مش فيك يا حبيبي معمول فيا يعني. معمول فيك انت؟ دي ايامي بدأت. انا ايام تحمد ربنا انك طلعت منها. الحمد لله. انت عملت ايه؟ 27 محضر عملت ايه؟ ولاد اقول لك عايز مش عايزه اشتم على الناس. انا دلوقتي في نصيبه وفي كبيره قوي مش عارفه اعمل فيها ايه. لا ربنا هيعدلها لك ان شاء الله. نصيبه سودا يا سيدي يا ابني. 27 محضر يا ابني. اليومين اللي وقفت فيهم خدت فلوس من الناس 10 جنيه على ملوه الميه الحنفيه. يعني يقوموا يلموا بعضيهم. شفتي؟ عشان اقول لها ما تاخديش. الحنفيه معموله لله سبحانه وتعالى. ما تاخديش من الناس اللي جايه تملى فلوس. حوالي في تنجور دي تاخد من كل واحد 10 جنيه يا ابني. هم عملوا فيها محاضر. طب اسمعها بس. سوادي يعني ده بينجح في جدتي وانا 27. ده انا حاسه انني ماشيه يا بنتي مش على الارض. ده انا حاسه انني ورمه وانا ماشيه. ده انا مش شايفه قدام. يا دي يعني 10 و7 صح؟ حاسه ان الضغط والسكر عالي. يعني 27 سنه. 27 محضر. ما هو 27 محضر. المحضر قولي اقل حاجه سنه. يا سوادك يا سيدي يا ابني على قلبك الجامد. ايه؟ الناس هتستريح منك ومن شر. طب يا سيدي ما تقوم تشوف. يلا خيابك. النبي فتحت نفسي على الاكل. اخصى عليك اخص. وهون عليك امشي. ايه؟ وهون عليك. هجيلك. تجيلي فين؟ ابقى عارف مكانك ان انت في السجن ده اهو. يا ابني وانا استحمل سنه بره. تستحملي. انت ممكن تكملي ال 100 ولا ال 120. يا سوادي يا ابني السن الحبل. الاعمار بتاعت ربنا. في حال. ديت حاجه جالت من عند ربنا. بتلاقي جالت من عند ربنا عشان الناس تستريح منك ومن شرك. يا ابني عيب عليك اللي انت بتقوله ده. عيب ايه؟ يا ابني افهم حصلت كده في يا ابني الناس هتاكل وش. يا ابني ده انت عيب عينك ده هيتعاير بيها قدامي. يعني محدش هيفتكرك اصلا. مين اللي قال؟ ولا حد في البلد هيفتكر. ده هيستريحوا منك. يا ابني عاير. يا ابني في حد قال لي. ايه؟ ما هي العمده يا بنتي قال لي. حل مين؟ قال لي انا هقول لك. عارفه ال 10 جنيه ديت؟ شوفي 27 محضر ب 27 محامي. يعني الناس اللي هم عاملين محضر دول هيسامحوا في حقهم. اقول لك يا ابني خلاص احنا مش عارفين حاجه. هو العمده قال لي كده خلي ابني كبير يروح يتاسف لهم من حق لهم وخد لكل واحد زياره. هتاسف لهم وكل حاجه. انما المحامين دول المحامين دول مش كل واحد هياخد له 500 جنيه ولا 1000 جنيه. اتصرف بقى من راجل. معاش 15000 ولا 30000. منايل كل محامي هياخد اللي هتعب بتاعته. ايوه نبعد عني بمصايبك بمشاكل. اتكل على الله. يعني هي ده اخرتها؟ ايوه هي ده اخرتها. يعني انا اللي اروح نحجل الناس في بيوتها؟ انا هروح اتحجلهم. اتعامل محامي؟ منين يا ابني؟ منين؟ بعيد عنك. هو انا اخوك اللي الفلوس اللي كنت عماله تاخدها من الناس حج مال والميه اللي معموله لله. ده حته ميت يا بنت 10 الميه اللي معموله لله سبحانه وتعالى. الميه اللي معموله لله سبحانه وتعالى. انزل بقى جمعيه تنفعني. يا سيد شوف لها حل يا سيد امي. ملهاش حل. لا يا ابني. ال 30 سنه تقضيهم ولا 27 سنه تقضيهم؟ لازم يتنازلوا قبل ما قبل ما يوصلوا. نزلوا ايه؟ ما هم خلاص المحضر اتعمل. مين اللي عملوه؟ لازم كل واحد رايح معاه محامي. يا ابني لا. المحامي ده هيعوز اتعاب.
كل واحد بقى بص، تحس يا بنتي ان ابني ده فرحان فيا جو. والنبي الناس هتستريح. من مين يا بعيد ابني؟ عنك بمشاكلك، بهمك اخصى بحالك. عليا. ايوه، ده انا جعانه ومن الصبح ما اكلتش، مالش عليك تقول له غطت رز يما. ما انتش عايز اشوفك هنا تاني. يا ابني ده انا ما تعبان. تتحبس، انا هجيلك تاني زيارات. ده الناس دعوا الناس استجابت. تجي لي زيارات؟ دعوا الناس وانت استجابت. فاكر ان انا لو رجلي حطت المركز هو انا هعيش تاني؟ هتعيش. كده هتبقى نهايتي خالص. يا اخي انت هتبقى ليش قاعده لوحدك وهتاكلي وهتشربي احسن اكل. وهنا عليك اسبوع. وهنا عليك اقعد في وسط الناس يا ابني. انت تقعدي وسط الجنون، ده انت تقعدي وسط العفاريت الزور. اخصي عليك. وانت اخصي يهمك حد عليك. ولا تشغلش حد. ايه ده انت بقى معبي. انا مش معبي ولا حاجه. ده اني من دعاوى الناس عليك. يا سوادي. واقول عليك يا سيدي يا ابني تسيبني في البر. ده دي في محنة. احنا في محنة كبيرة قوي يا ابني. انتوا محنتك بعيد عني. خلاص اللي هيحصل لي النهارده. ده هناك جمال مش الاجرع. لوحدي. والله جمال الاجرع دي سبعه تخلص. اشوفه تحت ايدي. يعني وهنا عليك ابقى تحت عمال اقول لك حد يا من ابوك. لما اتقي الله. اخس عليك. ما ده تاخديش انت فلوس خساره فيك ال9 شهور اللي شلتك فيهم. الحاجه اللي معموله لله ما تاخديش ده انت منهم ما فلوس. تغش فيك التربيه واللي ما تاخديش خليتك منهم حق ولا راجل. باطل. وجبت لك واحده بتاجرك مش وتدفعها. كنت تاخدي معاه. طيب حته 400 جنيه قسمتهم هاتوا عليها هي 200 واني 200. هاتي اسمها رخ. قول لهم مش انا الواحد بتاعك. مرات ابني كانت ايوه معايا. بقى. ده انت عايز تخلص دفعه واحده. توكلوا على الله. ايوه انت نفسك. قولي لهم اني هو ابني كان معايا. ماشي يا ابني. مرات انا ابني كانت هتصرف في معايا. الموضوع ده توكلوا. وهتاسف لناس مش هدخلك فيه. توكلوا على الله بعيد عني. خليناك لا ده عيالك ولا داعي عليه. والنبي ايوه ولا تدعي ولا تدعي يلا عليه. حسبي الله بس ده تشفي. بس تدفع حسبي الله ونعم الوكيل. اخصي عليك. اللي العالم قالها فيك. اخصي عليك وعلى تربيتك. انا ما عرفتش اربيك وحط لك يا ناقص. ده انت ما حصلتش حتى تبقى فرد شراب في رجل واحد. مش عايز ابقى فرد شراب ولا اي حاجه. اخصي عليك. توكلوا على الله. اخص. توكلوا على الله.